هي واحدة من أقدم الكنائس في العالم وأشهر كنيسة قبطية في القاهرة، واللي بيطلق عليها كنيسة القديسة مريم العذراء. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم حكاية مكان، وموضوع حلقتنا عن الكنيسة المعلقة. وحلقتنا النهاردة هنتعرف على تاريخها وليه اتسمت بالاسم ده. الكنيسة المعلقة تعتبر واحدة من أقدم الكنائس في مصر، لأنها بترجع للقرن الرابع الميلادي، واتسمت بالاسم ده لأنها معلقة ما بين برجين من أبراج حصن بابليون، واللي بيعتبر من أقدم الحصون اللي اتبنت سنة 89 ميلادية، واللي بناه الإمبراطور الروماني تراجان. يقال إن الحصن ده اتبنى من بقايا معابد فرعونية قديمة، عشان كده بنلاقي في أرضية الكنيسة بقايا معبد فرعوني. وكانت مساحة الحصن ده حوالي 500 متر مربع، وأمر الإمبراطور الروماني تراجان بتطوير الحصن ده في القرن الرابع، وأطلقوا عليه اسم قصر الشمع بسبب إضاءة الشموع على أبراجه كل أول شهر، وده بيرمز إلى انتقال الشمس من برج لآخر. وفي فترة زمنية الحصن ده اتدمر وما اتبقاش منه غير الواجهة القبلية، وبعدها قام الإمبراطور تراجان ببناء الكنيسة المعلقة فوق بقايا البرجين في القرن الثاني الميلادي. والكنيسة المعلقة بقالها حوالي 150 سنة، ومبنية على الطراز البازيليكا التاريخي المعروف، وده بيكون عبارة عن مستطيل مقسم لثلاث أجزاء. الجزء الوسط أعلى من باقي الأجزاء التانية. هنلاقي داخل الكنيسة المعلقة صور للعائلة المقدسة والقديسة دميانة. يقال من خلال إحدى الروايات إن الكنيسة المعلقة كانت مخبأ للعائلة المقدسة لما جت مصر وعاشت لمدة 3 سنين تقريبا. إن الكنيسة المعلقة موقعها متميز جدا، تقع في حي مصر القديمة بالقرب من جامع عمرو بن العاص ومعبد ابن عزرا اليهودي، حيث تجمع الأديان السماوية الثلاث في مكان واحد وعلى أرض القاهرة. الكنيسة كمبنى بترجع لما قبل الميلاد حوالي 150 سنة، كانت معبد روماني تحولت إلى كنيسة في القرن الرابع. هي على اسم العذراء مريم القديسة دميانة الشهيرة بالمعلقة، وليه لقب المعلقة لأنها بنيت فوق حصن بابليون وملحقاته، اتحط فوق النخل فوق هذا الحصن وملحقاته وتعامل الكنيسة، عشان كده سميت معلقة. يعني في عمق تحت أرضية الكنيسة هنا 13 متر على الأرض الطبيعية تحت. وتعتبر من ضمن المزارات السياحية في منطقة مجمع الأديان في القاهرة. وأهم ما يميز تصميم الكنيسة هو وجود الهياكل الثلاثة. الأول موجود في الجزء الأيمن وهو هيكل القديس يوحنا، أما الجزء الوسط فهو الخاص بهيكل القديسة مريم، أما الجزء الموجود على اليسار يمثل هيكل القديس ماري جرجس. كمان كان بيقام داخل الكنيسة الاحتفالات الدينية الكبرى لفترة زمنية طويلة. مساحة الكنيسة حوالي 23 متر على ارتفاع 13 متر من سطح الأرض و18 متر في العرض. تعتبر الكنيسة المعلقة المقر البطريركي الأول في القاهرة، وتم تجديد الكنيسة أكتر من مرة خلال العصر الإسلامي، مرة في خلافة هارون الرشيد ومرة تانية في عهد العزيز بالله الفاطمي. أعزائي المشاهدين، وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة، وأتمنى تكونوا استفدتوا بالمعلومات دي، وإلى اللقاء في حلقة جديدة ومكان جديد.